آه، عندنا البدء القبيح. البدء القبيح أن يبدأ القارئ كالوقف القبيح. لما قلنا الوقف القبيح شو قلنا؟ هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. هذا الذي قلناه لما تكلمنا على الوقف القبيح. بين الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. كذلك البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. لو واحد فعل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. طيب جيد، هذا نهي عن أن الإنسان يقرب الصلاة وهو سكران، لكن ما يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إيش وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ هذا معنى مرفوض. مرفوض أن الإنسان يقول وأنتم سكارى. إيش لو واحد عم يسمع عم يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون؟ إيش وأنتم سكارى؟ هذه ما لها معنى، معناها مرتبط بما قبله. عليه كان أن يقول، يعني سأقرأ الصواب: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هكذا لما رجعنا من لا تقربوا الصلاة بدأنا ببدء، طبعا بدء كافي لأنه متعلق بما قبله، لكن بدأنا بدء مفهوم. بدأنا بدء مفهوم ومفهم، أما يقول وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، هذا بدء قبيح. انتبهنا كيف؟ إذن البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها، البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، والبدء بها يعطي معنى ناقصا أو مرفوضا. هذا هو البدء القبيح. بهذا نكون قد تكلمنا على البدء الإضافي الحقيقي، البدء الإضافي البدء الإضافي التام، استغفر الله، البدء الإضافي التام، البدء الإضافي الكافي، البدء الإضافي الحسن، البدء الإضافي القبيح. هذا على القارئ أن ينتبه إليه أثناء القراءة، فيراعي الوقف ويراعي الابتداء. وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نتكلم على أمثلة للبدء الاختباري. قلنا أن البدء إما اختياري أو اختباري. هناك بعض البدوءات اختبارية يختبر بها الأساتذة طلابهم، يقولون كيف تبدأ بكلمة كذا، كيف تبدأ بكلمة كذا. سنأتي على بعض هذه الأمثلة بحول الله وقوته في الحلقة القادمة إن شاء الله.